السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير واحد الجولة في مدينة فاس العتيقة، في المدينة القديمة بالضبط. الأحياء ديالها الرائعة. هذا باب بوجلود، باب ديال الدخلة ديال مدينة فاس. مع كندخلو كنلقاو هنايا مجموعة من واحد القهاوي بواحد الرونق زوين، داكشي قديم، ومهم كتحسي فيه واحد اللمسة ديال التاريخ وديال بزاف د الحوايج زوينين. وبطبيعة الحال كاينين هاد الحوانت اللي تيبيعوا هاد تذكارات لي سوفونير، كاينين مزيطمات، كاينين الشريبلات، بزاف د الحوايج اللي زوينين اللي كتميز بهم المدينة. ها زعما مدينة معروفة بالصناعة ديال الجلد، فكنلقاوهم زعما كيتفنوا في الصناعة ديال الشرابل، في البلاغي، وكذلك في السيكان ديال الجلد. وكاينين حتى محلات اللي كاينين هنايا زعما كيصايبوا دوك لي جاكيت بالجلد. وهذا كما كتشوفوا هنا كاينين عاوتاني هاد التواب هادو اللي كنكونوا مصوبين بالخيط في مختلف الالوان، كيجي المنظر ديالهم زوين. وكذلك صناعة الفخار. وعندهم كذلك حتى هاد الصناعة ديال النحاس، كنلقاو دوك بريردات، دوك بحال الشكل ديال التريات وهما بالنحاس. بالنسبة لهذا متحف النجارين اللي معروف وزوين، فيه الفنون ديال النجارة وداكشي قديم زوين. احنا كنا لقيناه صافي سد. وبطبيعة الحال النوقة اللي معروفة بها مدينة فاس. هنا ماما كتشطر مع مول المحل على وديت الشرابل باش ينقص لنا في الثمن. تبارك الله، البيعة والشراية ديال المدينة ديال هاد المدينة سبحان الله معروفين باتساع الخاطر والكلام الطيب. يعني سوا خديتي ولا ما خديتيش ما كتسمعش منهم شي كلمة اللي خايبة. كانوا عجبوني بزاف هاد البليغات هادو، فواحد الشكل ما بين انا جاوني تقريبا ما بين العصري والتقليدي، فيهم واحد الجمالية في شي شكل زوينين. انتم شوفوا على منظر فيهم بهذاك الالوان، فيهم هاد النحاسي، فيهم الكحل، الباج والارجونتي. وهنا هاد البلاصه هادي قريبه من مولاي ادريس. هنا هي كتقربي شويه كتلقى واحد الريحه غزاله ديال كاينين بزاف المحلات اللي تيبيعوا داك السرغينه، كيعطروها لك بالعود وبالزهر، وهذا فيها واحد الريحه رائعه. حنا هي كنا دزنا من تماك، عرفتي الحوايج ديالنا بقات فيهم داك الريحه زوينه. وهنايا كاينه واحد القيصريه، انا كان عجبني السقف ديالها بزاف، مصايب بالخشب، ودوك البيبان هكا بالخشب فيها واحد المنظر زوين. هذا الباب ديال مولاي ادريس كنت مشيت النهار الاول، كنا فات العصر كنا لقيناه ساد، حتى كنا رجعنا له مره اخرى عاد باش دخلنا له. وفي طبيعه الحال في الباب ديال مولاي ادريس كنلقاو داك الشميعات الملونين، الحلويات، بزاف الحوايج كيبيعوهم تما في الباب. شوفوا تبارك الله على منظر شحال زوين.
وهنا كان النهار الثاني، كنت نهار اخر جيت لمولاي دريس، وعاد كنت لقيته محلول هنا، صورت لكم من الداخل. سبحان الله، واحد الروحانيه، واحد الراحه نفسيه، واحد الكالم فيه زعما على برا. داك الشيء رائع. وعاد سبحان الله داك الهندسه المعماريه اللي مصايبين بها، داك كيفاش مصايبين داك الكابس وداك السقف بالخشب، وزعما واحد المنظر زوين بزاف. هذه القبه ديال مولاي دريس، الناس كيتصوروا هنايا بزاف، ودوك الدريات هكا كبارين وهابطين. احنا هنا كنا مشينا تقريبا مع الاذان ديال العصر، هما دابا شي شويه غتسمعوا كيأذن. كما سمعتوا هادشي، واحد الصوت وواحد الاحساس من الداخل رائع. صلينا العصر هنايا، ومن بعد عاد باش خرجنا وكملنا الجوله ديالنا. كنصح الناس اللي يبغيو يمشيو لمولاي دريس، سورتو في هاد الوقيته اللي ديال البرد، يعني ماشي الصيف، راه تقريبا غير كيأذن العصر كيصلي وصافي كيسدوه. يعني اللي بغى يمشيو ويشوفوا من الداخل، خاص الناس يمشيو بكري. هنا كنا صافي خرجنا من مولاي دريس وهبطنا جهة ساحة الرصيف، واحد البلاصه تحيه زوينه، فيها الصناعه التقليديه، فيها كيبيعوا دوك المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال النقافات، طيافار، كيبيعوا داك الميدات، داك العماريات، المهم لي زاكسيسوار كاملين ديال العروسات، التكاشات، كلشي. وفي هاد الزنيقات ديال مولاي دريس معروفين بهداك الرايب. كاين سوا الرايب العادي ولا الرايب البلدي اللي تيكونوا كيخمروه على يديهم، صراحه زوين بزاف. كنا كلينا هنايا. وهنا ما غيبان لكم الباب ديال واحد حتى هو متحف اللي كاين تما، ولكن خاص هادشي كيمشى زعما اللي غيمشي يمشي بكري في النهار، اما في العشيه صافي كلشي تقريبا كيسد. هانتوما راه غتبان لكم البلاكه ديالو. انا بنتي كتلعب هي وبنت خالتي. كما قلت لكم، ها نتوما شفتوا التكاشاط والقفاطان وهذا. المهم ديك ساحه الرصيف ما حدك هابطه فيها وهي عامره بداك الشيء. وكاين حتى جلالب ديال الرجال، مهم اي حاجه، سواء عريس سواء عروسه، كلشي كاين. وكاين حتى كذلك داكشي ديال القفاطان والسيكان ديال الجلد، ودوك لانابات وهذا ديال مصايبين بالطرز الفاسي. وكاينين كيبيعوا بزاف تماك الشباكيه، سبحان الله، واحد الشباكيه عندهم لذيذه، وواحد البريوات غزالين. الخليع عندهم، الخليع بزاف الانواع.
وكاينين زعما حد غادا في ديك الزنيقات وكنلقاو هاد الخصات هادو بحال هكا، بحال السقايات فيهم واحد بالزليج المغربي الاصيل، يعني اللي كيبغي كيجيه العطاش وكيبغي يشرب. وهنا كاينه واحد الزنيقه سبحان الله مقادينها على شكل متحف، غير هكاك، غير زنقه عاديه. انا تار انتباهي بزاف هاد الطابلو هادو هاد الطابلو هذا ديال هاد المراه هادي، ما عرفتش عجبني جاني اتيغون. المهم واحد الزنيقه زوينه انا عجبتني بزاف، هي اللي كنختموا بها، ختمنا بها الجوله ديال هاد النهار هذا. شوفوا على المنظر شحال زوين فيها. وكنتمنى هاد الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم.